عندي كذا إصرار إني اليوم لازم أقول لكم هذا الموضوع. تمر علي حالات واجد، والوجه الله سبحانه وتعالى أساعد يعني. في حالات كثيرة 99% ما أجيب سيرتها، وفي حالات نادرة اللي أحس إني لازم أشاركها، لازم نتعلم. أنا أتعلم قبلكم. في عندنا معلمين في الحياة، في معلم على هيئة بشر، في معلم على هيئة شجرة، في معلم على هيئة حشرة. سيدنا سليمان علمته النملة، وفي صورة كاملة للنمل. سبحان الله، نملة علمت سليمان. وفي المعلم الأقصى واللي يجي بآخر حلقة في حياتك هو سيدنا عزرائيل عليه السلام. ما قبل عزرائيل الناس فايت من دماغها ومن أدمغتنا كلنا، أنا قبلكم. قبل سيدنا عزرائيل المعلم اللي يعتبر اسيستنت يعني، خلينا نقول، هو السرطان. السرطان هو المعلم اللي ما قبل عزرائيل. يا تاخذ الدرس منه، وعزرائيل عليه السلام يقول لم يأتي موعده، يا ما تاخذ الدرس ويجي ياخذك. يعني العلم عند الله، بس اعتقد تكون انت سلمت اوراقك كلها انك انت ما تعلمت. السرطان لاني قاعده اشوف كثير انتشارات، كل شوي مسمى. الان صار يصيب القلب، اللسان. عمركم سمعتوا سرطان لسان؟ كثرة السرطان، لأن السرطان ما يجي إلا للعنيد. الكلام هذا لي قبلكم. الإنسان العنيد، الإنسان المكابر، اللي كابر على نفسه، الشديد، اللي ما يرحم نفسه. وفي من يجيهم السرطان لأنه هو ما عنده رحمة في غيره. أوكي؟ لكن في ناس كثير السرطان جالته يعلمه إنه يرحم ذاته، يرحم نفسه. شلون يعني أرحم ذاتي؟ مو معناه إني أنا أحجز السفر للصيف أروح كان وموناكو ولا أروح الساحل. هذا مو تكريم ذات، وهذا مو رحمة في الذات. ولا يعني إني أنا رحت شريت شنطة وسويت أنبوكسينج، ولا تزوجت الغني إني أنا برحم حالي. لا، الرحمة في حالك إنك أنت تعمل الشيء اللي ما يخليك في ضنك. وأنا أولكم شيء يحطك في ضنك حقيقي، مش ضنك دلع. شيء يحطك دين، يحطك تحط على نفسك دين وتحط نفسك في ضنك. هذا عدم رحمة في الحال. تحط نفسك في اكتئاب اني انا مديون، او تلتزم لناس معينة في الحياة، تصير تخدمهم وتحط على نفسك اوفرلود اكثر مما انت تتحمل عشان تخدمهم، وعشان تعيشهم، او عشان تصرف عليهم، او عشان توقف معاهم، او عشان تلبي طلباتهم. ممكن يكونون عيالك، ممكن امك، ممكن ابوك، ممكن زوجتك، ممكن زوجك. اذا سويت اوفرلود اكثر من طاقتك، انت حملت نفسك دين. انت هنا مو رحيم في حالك، ما عندك اي رحمة ولا احسان. هذه الشدة اللي الانسان يدوس على نفسه، يدوس على نفسه، يدوس على نفسه عشان الاخر، اخرتها كانسر، سرطان. مرضى القلب لا، دائما تلاقيني متعاطفة معاهم، لأن الإنسان يوم قلبه يمرض، هذا الإنسان الحساس، هذا اللي عطوف. الشديد ما يمرض قلبه، الشديد يجي له كانسر ويجي له سكر. الشخصية الشديدة العنيدة المكابرة المتكبرة، حتى لو هو ما اعترف. أنا من خبرتي مع العالم اللي قاعدة أكلمهم أصحاب السرطانات، لما نوصل آخر شيء يكتشف نفسه أنه هو مجرم، سواء مجرم في حق نفسه، مجرم في حق الآخرين، بس مجرم. مو مثل ما هو متخيل أنه هو مظلوم، وأنه هو مرض لأنه طيب، ومرض لأنه ضحى. لا، مرض لأنه هو لبس وجهين، وجه الرحمة مع الآخر ووجه المجرم مع ذاته.